حلال وحرام. معنا ومعكم دكتور عادل عبد الله عبد الشكور، المحاضر بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وسؤال النهاردة بتقول: قبل دخول رمضان عليا أعمل إيه مع اللي حواليا، وخاصة إنه في خلافات قائمة بيني وبين إخواتي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام ليس المقصود به الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما فيه جانب روحي عظيم هو الذي قال لنا الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأكثر شيء يؤدي إلى تشرذم الأمة وتشتتها الخلافات وكذلك الأسر، ومن هنا رمضان فرصة سانحة فيها الكثير من المظاهر الدينية والاجتماعية التي توحد صفوف الناس وتنقي قلوب الناس. فكيف للصائم أن يصوم وقلبه محمل بالضغائن وقلبه محمل بالحقد أو بالحسد والعياذ بالله؟ فلا بد على من يقدم على صيام رمضان أن يصفي وينقي قلبه لله سبحانه وتعالى، وأن يرى المتخاصمين أو الذي يخاصمهم أو الذي يختلف معهم ويحاول أن يقرب ما بينه وما بينهم، وبخاصة إذا كان ذلك من صلة الأرحام، لأن الله عز وجل قال عن صلة الأرحام: إنها تفسد في الأرض إذا قطعت، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وفي رمضان نفطر على أذان واحد وفي لقاء واحد قد لا يتكرر على مدار العام مع الأسرة الواحدة أو في وسط الأسرة الواحدة، ونتجمع في الصلوات في المساجد ونتجمع في صلاة التراويح، يعني مظاهر دينية واجتماعية متعددة ليس الهدف منها في الإسلام أن نقيم العبادة فقط، وإنما هناك هدف اجتماعي أن يتجمع الناس على كلمة واحدة، وأن تعود الصلات قوية خاصة الأسرية وصلات الأرحام وصلات الإنسان بالإنسان وصلات الجيران بالجيران. كل العلاقات الإنسانية هي أيضا جزء لا يتجزأ مما نسأل عنه بين يدي الله عز وجل. أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأخاصم الناس ولا أقيم علاقة سديدة مع الناس، فهذا تقصير أيضا في الدين، لأن الدين لا يختزل في الصلاة والصوم فقط، إنما الدين أيضا المعاملة مع الناس. ومن هنا كان العنوان العريض لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم يكن صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق أن نحسن علاقاتنا ببعضنا البعض. فأقول للأخت السائلة: انظري وضعك مع الآخرين وحسني منه حتى يحسنوا إليك أيضا، فإن التلاحم في هذا الشهر الكريم هو جانب من الجوانب التي تؤتي ثمارها ونؤاخذ عليها عند الله رب العالمين بالأجر العظيم، والله تعالى أعلى وأعلم. حلال وحرام مع دلال الشاطر، إخراج تامر حسني.